صباح الخير أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في فيديو جديد. جالنا تعليق على الفيديو اللي فات، قال يا ريت نتكلم عن الضرايب في أمريكا عاملة إزاي ونظامها إيه، ولو سافرت بدفع ضرايب ولا لأ، والكلام ده كله. تمام. طبعا ما نقدرش احنا نتكلم عن ضرايب أمريكا كلها، عشان زي ما قلت في أكتر من فيديو إن كل ولاية تختلف عن كل ولاية، وكل مدينة بتختلف عن كل مدينة. تمام. فاحنا النهارده هنتكلم عن ولاية نيوجيرسي واي مدينه في نيوجيرسي. تمام. طبعا اللي هي الضريبه العامه في نيوجيرسي بتبقى 5.25 على المبيعات، يعني اي حاجه بتشتريها عليها ضريبه 6%. تمام. نرجع بقى على في اكتر من نوع ضريبه. في عندك مثلا زي ما احنا قلنا كده، لو انت شاري بيت مثلا، في ضريبه بتدفعها تبقى شهريه، لان زي ما احنا قلنا، زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، ان الارض مش بتاعتنا، البيت بتاعك، فانت بتدفع الضريبة دي مدى الحياة، حتى لما تسدد حق البيت لازم تدفع الضريبة. تمام. والضريبة برضو ملهاش رقم محدد ولا مقياس. الضريبة بتعتمد على المدينة اللي انت فيها، المقاطعة اللي انت فيها، الشارع اللي انت فيه، الاسعار البيوت اللي انت فيها، الماركت فاليو بتاع البيت، اللي هو قيمة سعر البيت في الوقت اللي انت فيه، ومساحة البيت كم متر مربع في السعر فيه ويطلع في الاخر رقم التاكس بتاعت البيت. تمام. دي ضريبة البيت. لما بتشتري عربية بيبقى فيه عليها ضريبة، بس بتدفع مرة واحدة، أول ما تشتريها بتدفع ضريبة العربية، وبرضو بناء على السعر اللي انت بتشتريه على التوتال في الآخر بتدفع الضريبة. ايه تاني؟ آه ضريبة البيت، ضريبة السيارة، الضرائب على المشتريات زي ما احنا قلنا، بتدفع ضرائب على طول على كل حاجة بتشتريها. بالنسبة للوظائف، لما انت بتيجي تشتغل طبعا بيبقى لازم بتاخد شيكات. الشيكات دي بتبقى طبعا كلها متراقبة من وزارة الضرائب والاي ار اس. فبيبقى فيه كل بيت تشيك بتاخده بيبقى فيه مكتوب فيه تفاصيل بكل حاجة متاخدة منك. يعني مثلا انت هنقول بتعمل 2000 دولار في الاسبوعين، بتاخدها مثلا بعد الضرائب ب1100 1200 مثلا. الباقي ده كله بقى حاجة اسمها deductions. يعني بياخدوا منك اكتر من حاجة. تبقى ضريبة مثلا الستيت، ضريبة الفيدرال، الميديكيت، الانemployment، الهيلث كير، ال 401k. فبيبقى متقسمه لك في الشيك بتاعك ايه الديدكشن اللي متاخده منك. الفيدرال اللي هي الحكومه الفيدراليه الضريبه بتاعتها، الستيت بتاع الولايه، الميديكير اللي هو لما انت تكبر بقى بيساعدوك في الميديكيت اللي هو الطبي. في بقى الهيلث انشورنس ده اللي انت بتبقى دافعه من جيبك، ودي برضو بتبقى ايه على حسب اختيارك النوع اللي انت اخترته. ال 401k اللي هي زي المعاش بتاعك، يعني دي غير المعاش بتاع السوشيال سيكيورتي. السوشيال سيكيورتي ده معاش لمدى يعني بالمده اللي انت اشتغلت فيها بتبدا بقى السوشيال سيكيورتي اللي هي المساعدات، بيساعدوا الناس اللي هي طلعت على المعاش. انما ال 401k دي معاش انت اللي بتدخر فيه المدخرات بتاعتك، وتقدر تستفاد منها اول ما انت تنوي ان انت you're gonna retire، يعني او هتطلع على المعاش. ودي انت بتكستمايز، يعني بتختار انت انا عاوز يتسحب مني في الشيك 200 دولار، والشركه بتدفع قصادها برضو مبلغ معين، وبتبدا بقى ينفست الماني فيها. ودي بتعتبر، يعني بنصح اي حد في اي شركه لازم يكون عنده 401k، عشان دي بتبقى حاجه كويسه. اعرف ناس استعملتها، انت تقدر تستعملها في اي وقت بس بتدفع عليها ضريبه. لو انت خدتها وقت ما تطلع معاش ما تدفعش عليها ضريبه. تمام. آه هنرجع بقى لموضوع الديدكشن اللي هي الفيدرال والستيت. طبعا انت لما بتيجي تملى الابلكيشن بتاع الشغل بتاعك، حاجه اسمها الدبليو 2 فورم، عشان انت لما بتشتغل مع شركه بتملى حاجه اسمها دبليو 2 فورم. دي بتحط فيها الديبندنس اللي عندك، يعني انت بتقول مثلا انت متزوج، انت اعزب، انت عندك اولاد، عدد الاولاد، وهكذا. بناء عليه بيحصل كالكوليشن، وبيطلع يقول لك اوكي بناخد الاماونت ده منك في الشهر. تقدر انت برضو تعمل حاجه اسمها اكزامشن، ان انت تضيف تقول لا انا بدل ما انتوا هتاخدوا 100 انا عاوزكم تاخدوا مني 200.
فهي طريقة الضرايب هنا بتدفع في الاول عشان تاخد في الاخر فلوس اللي هي التاكس ريتيرن، او ما بتدفعش في الاول وتيجي انت بقى في الاخر يبقى عليك فلوس تدفعها. بس بيفضل يعني ان انت ما تدفعش في الاول، قصدي تدفع في الاول ويجي لك بقى التاكس ريتيرن بيجي لك يعني مبلغ كويس، بس طبعا ده بيبقى من الفلوس اللي اتاخدت منك بناء عن المحاسب. بيبدأ ياخد الدبليو 2 فورم بتاعتك ويعبيها ويشوف بقى الديدكشن انت صرفت قد ايه، لا انت ليك فلوس، لا انت عليك فلوس، وبناء عليه بيبدأ بقى لا اما يجي لك فلوس لا اما تدفع فلوس لوزارة الاي ار اس. ودي يعني باختصار كده ايه هي الضرايب. دي بالنسبه للدبليو 2 بتاع الشركات. في بقى عندك ال 1095 دي اللي هم بيشتغلوا اوبر، بيشتغلوا ديليفري، في بعض الشغلانات بيدوا 1095. بعد كده بقى الكاش ده بقى تحت الترابيزه، دول مع نفسهم ولا بيدفعوا ضرايب ولا حاجه، بتاخد الساعه ب 10 دولار تاخد 10 دولار. بس طبعا دي مش كويسه لان ما يبقاش عندك بنفيتس. عشان كده يقول لك انت ايه عندك بنفيتس اللي هي لما انت مع الشغل يقول لك انت عندك بيد هوليداي، عندك الاجازات مدفوعه بتاع العطلات الرسميه، السيك ليف اللي هي الاجازات المرضي مدفوعه. لو حصل لك ديسابيليتي بيدفعوا لك ديسابيليتي، يعني حصل لك حادثه ومش تقدر تشتغل. دي طبعا ما بتلاقيهاش في الشغل الكاش. وطبعا اللي بيشتغل كاش وما بيفايلش ضرايب، ما بيعملش ضرايب، طبعا مش هيعرف يطلع جنسيه، فالضرايب مهمه لازم تدفعها. بالنسبه للسؤال بتاع لو انت سافرت مصر مثلا ومش قاعد هنا هتدفع ضرايب، طبعا لو انت عليك مثلا بيوت، عندك بيت هتدفع ضرايب، وحتى وانت في مصر عندك اي ديون للضرايب بتدفعها. مش شغال انت بقى مفيش، بس لازم تفايل الضرايب في الاخر وبتشوف بقى والله عليك حاجه بتدفعها ما عليكش ما بتدفعهاش. بس you have to file for taxes، يعني اللي هو احنا دلوقتي في شهر الضرايب، ودي كانت فرصه كويسه للفيديو ده ان احنا نتكلم عن الضرايب. اتمنى اكون يعني شرحت الموضوع. طبعا انا مش متخصص في الضرايب، بس ده على قد فهمي وخبرتي في الحياة من ساعة ما كنت هنا وانا بفايل الضرايب. طبعا المحاسبين لما بيجوا يشرحوا لك كل خطوة بخطوة عشان تعرف تفهم يعني انت ايه اللي عليك وايه اللي دفعته وهكذا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو شفتوا لاخر الفيديو، مش عارف، في حاجة غريبة في القناة، بشوف كل المتابعين يعني الناس اللي بتعلق او بتكتب من بره القناه اصلا مش اصدقاء في القناه. فاتمنى يعني تفعلوا الجرس لو انتوا مشتركين، عشان ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه جدا جدا، وهنتكلم في كل حاجه. اي حاجه نفسكم نتكلم فيها هنقدر نتكلم فيها. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.